فد واحد تاجر كبير. التجار تدرون سابقا كل نشاطهم شنو؟ يشتري بضاعة من قرية يودي قرية ثانية يبيعها. مثلا بذيك القرية ماكو هاي البضاعة، هناك يروح يبيعها، والناس خو ما يدرون هاي سعرها شقد، فيبيعها شوية يربح بها. هاي التجارة هالشكل كانت. التاجر كان شنو؟ يشبر الأرض من هاي الديرة ذيك الديرة، مو هو كان تاجر كبير. فكان يدخل في مدينة، فشاف في مدخل المدينة اكو قاع اراضي كبيرة مزروعة، وهناك ذاك الوقت خو ماكو ما ادري مجاري مياه وكذا، شنو اكو آبار، والبير هم ماكو ماطور يخلوا محرك عليه حتى يسحب الماء، شنو اكو ناعورة يخلوا عليه، ناعور هاي الآلة يشدون بها أجلكم الله فد حمار كذا أجلكم الله، هذا يفتر يربطون بها فد 20 30 50 دلو، مو هذا يفتر، وهاي الناعور تنزل الدلاء تمليها تصعد تفرغ، مو الناعور. اكو اراضي دائما الزرع يصير شنو؟ الخضره والكذا المأكولات وين تزرع اطراف المدينه. فهو في دخوله للمدينه شاف اراضي شاسعه كلها خضراء كلها نباتات، وعلى وبين مكان ومكان اكو بير، وعلى كل بير فد ناعور، وفد ناعور كل ناعور شادين فد اجلكم الله حيوان اجلكم الله. هو يدخل التفت شاف فد واحد من هاي النواعير، واحده من هذني شادين بها انسان، تعجب اصلا، هد الطريق ماله عاف، اجى عاف يريد يدخل بالمدينه، هد المدينه عافه، اجى شوفه شافه ايه واحد انسان شادي، انسان شلون يشدوا اصلا؟ وين يقدر انسان على هالعدد من الدلاء متروسه ماي؟ هاي الدلاء تدري خو نصها متروسه ماي، النص اللي يصعد النص اللي ينزل عاده فارغه، فاذا 40 دلو يعني 20 دلو ماي، هذا ماكو انسان يتحمل. فاجى تقرب منه، اجى شاف واحد عبد اسود، قال له انت جني انت يا انسان؟ قال له لا انا انسان، شوفني شنو جني؟ قال اخي ليش شاديك لعد بالناعور؟ قال هذا انا عبد، انا عبد، وهذا المولى مالي كلش خسيس بخيل، ما يهله يشتري فد حيوان مع انه كلش ثروه عظيمه عنده، وشدني يشغلني هو ببيته وانظف له واشتري له واسوق له وكذا، بعدين يصير العصر يشدني بالناعور. هذا التاجر قال خو هذا منو هذا؟ لان انا تاجر اعرف لغته، قل لي منو اروح احاكيه، شلون هذا عذاب؟ انت تموت بهالعذاب، فقل لي منو راح احاكي. قال لا ما له داعي، لانه هو انسان خسيس وراح يتاثر وينزعج، يمكن ينزعج مني ويمكن يغلط عليك انت، وهو لسانه بذيء وما ادري كذا، ما يحتاج. قلت له ما يخالف، انت شو يخصك؟ انا الله اريد اسوي شغله، انت شو يخصك؟ حتى لو يهيني، حتى لو يغلط علي، قل لي منو، بس قل لي منو. قال لي لا ما تسوى السالفه، هي الدنيا تنقضي، هي تنقضي، شوف عبارته، مهما كان تنقضي، فما له داعي انت تورط نفسك، وما اظن على كل تطلع منها بسالم، على كل ممكن يتعرض لك، وهذا انسان اعرفه انا. فكل ما يقول هذا التاجر يقول حاولت وياه ما فات، قال لا انا اخشى، فما انطاني اسمه، وانا شفت هو ما يريد هديته ورحت عفت. صارت سنوات ورا سنوات طويله، هم مره ثانيه اتفاقا صار عبوري على هاي الديره، هاي المدينه. يقول بس شفت النواعير تذكرت، اجاني الخاطر انه هذا كان شادينه، فتاملت بدقه حتى اشوف لا يكون واحد بهم مشدود، شفت لا ماكو انسان مشدود، كلها اجلكم الله حيوانات. فقلت لابد هذا تحت ذاك الضغط والشده مات هذا يمكن. فرحت هناك على اطراف هاي النواعير، سالت اكو واحد مثلا، واحد اكو صاحب خيمه كذا، الناس اللي موجودين سالتهم انه في غابر الزمان قبل سنوات كان واحد يشدوه تتذكرون؟ قالوا ايه هذا الله ولا صاير تاجر كبير وفلان. قلت لهم ها وين ايش عجب؟ قالوا ايه هذا عنده مثلا قيصريه ما ادري كذا فلان مكان.
انطوني العنوان، اجيت شفت فد محل كبير وفد ناس داشه وناس طالعه، واكو اخر فد مكان كبير اخر المحل فد طاوله وفد واحد قاعد مناظر ودا يكتب ورا الطاوله. دققت شفت نفسه هذا العبد الاسود، والناس على كل حال تضخ عليه اموال. عجبت هذا من وين؟ من ورا الناعور. ايش جابه هنا؟ اجيت سلمت عليه قلت له تعرفي؟ ما عرفني. قلت له تعرفني؟ قال ما أعرف. قلت له انا هذا ابو اللي جيتك تتذكر كانوا شاديك من الناعور. قال ايه. قلت له ولك انت من ذاك الناعور ايش جابك هنا؟ انت شلون صرت؟ قال لي ما يصير، ما اقول لك ليش شلون صار، بس لازم انت ذاك الوقت كنت تريد تقدم لي خدمه جليله. على كل حال انا لازم اشكرك على ذيك الخدمه وبعدين اقول لك ايش صار. قلت له لا عندي شغل. قال لا لازم تجي بالبيت فتاكل عندي وبعدين. فرحت البيت، فالبيت جليل كبير كلش فخم راقي. فاكلنا فد اكل كلش كذا. بعدين قلت له خب قول. قال في الواقع هذا المولى مالي ما كان مخلف، مات. ورا فترة زوجتي اقترحت علي الزواج، لأنه كل هاي السنوات شافت مني على كل حال العفة والشهامة والفتوة، شغل أشتغل. فأنا شنو أريد من الله أحسن من هذا؟ فزوجة المولى صارت زوجتي. أموال المولى كلها هذه أموال المولى كلها صارت. قال لي تتذكر شنو قلت لك يوم كنت مربوط بالناعور؟ قلت لك تنقضي. شوف شلون انقضت. شوف هسه ما اقول لك لا تتصور هذه تبقى، هذه تنقضي. هاي العيشه الرغيده، هذا الترف، هذا ما يبقى، هذا ما ينقضي. على كل نقول ودعته وطلعت ورحت. هم صارت لي سنوات بعد اتفاقا مريت على هاي الديره وقلت اروح اسلم على صديقي. رحت اسلم، شفت واحد ثاني قاعد ورا الطاوله. جيت سالته حج فلان هذا وين صار؟ قال الله يرحمه توفى. فهوايه على كل حال انكسر قلبي عليه. وعلى كل بالليل شفته بالرؤيا بالمنام. كان هوايه بالنتيجه اللي هو مكانه بقلبي كذا. فبالليل نفس الليله شفته بالرؤيا، شفته في مكان كلش مجلى. بس شافني قال لي تتذكر ورا النواعير شنو قلت لك؟ قلت له ايه. قال تتذكر ذاك البيت الفخم ذيك العيشه شنو قلت لك؟ قلت له ايه. قال قلت لك تنقضي. شفت شلون انقضت؟ بس هاي اللي الان تشوفها هذه ما تنقضي، هذه ما تنقضي. والآخرة خير وأبقى. أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. بعد اقعد افكر، اعرف كل ما تخسر في هذه الخصلة اذا تقوم لله انت مو خسران، انت مو خسران، لانه انت رابح الاخرة. الاخرة مليار سنة. وشلون اخرة؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الانسان اذا خسر لفد كاكاوه، ربح لفد بيت، فد سياره، هذا خسران؟